أقول حاجة مهمة معلش اتفضل. أنا آسف عشان لأ هتطلع اتفضل. فاصل يعني. أخطر حاجة بيراميدز هايل، إمم، هايل. إمم. أخطر حاجة على الزمالك بيراميدز، اللي الزمالك دلوقتي بيشجع بيراميدز في آه. الماتشات، أخطر حاجة. أنا هاقول لك على رقم هتتصدم. أنت عارف إن الزمالك عمره ما فقد المركز التاني 3 سنين، يعني صاحب المركز التاني على طول، عمره ما فقده 3 سنين. أنت بتقول آخر إيه؟ عمره ما فقده 3 سنين المركز إمم، التاني. إمم. في آخر 3 سنين بقى، آخر 3 سنين من موسم 22 23 23 24 24 25 كلّهم بيراميدز. أنت عارف الفرق في النقاط قد إيه؟ طب هو المركز الفرق التاني يعني استنى بس بطولة؟ أكمّل لك، لأ ما المركز باتكلمش على التاني بطولة؟ بطولة، أومال إيه؟ أنا باتكلم على خطورة جاية. أنت مش واخد بالك، أنت ممكن لو مش عارف الحقيقة ديّة ومش حاسسها تبقى مشكلة كبيرة عند الزمالك. الفرق كان بيبقى 23 نقطة، 23 نقطة في موسم و13 في موسم و9 في موسم. بيراميدز قدر إن هو يحقق معادلة صعبة، معادلة صعبة على المستوى الفني والمستوى الإداري. يعني المستوى الإداري يعني ناس كتيرة خبّطت، مش مقتنعة، لكن في النهاية بدأ يمشي بشوية خطوات. الخطوات ديّة مش حديث الولادة والظرف وانتهى، لا، لا، لأ. كونك إن أنت تبقى فارق عن نادي بحجم وقيمة وشعبية وتاريخ نادي الزمالك بالعدد النقاط ده، دي كارثة، دي كارثة، دي كارثة فين؟ مش كارثة للأهلي، كارثة عند الزمالك نفسه. فأنت بتتكلم في حاجة قد ينجح الزمالك السنة الجاية إن هو يجيب عدد كبير جدًا من اللعيبة ويعدّل الدَّفع. لكن ده أو بيراميدز آسف يعني، هيبقى بنى شوية أساس عنده ي ي يمشي بيها. فالموضوع مش سهل خالص. يعني إذًا هنا الموضوعات الأندية اللي هي مثلًا ممكن تكون مع بعض بشكل حلو، يعني بيراميدز وعلاقة بيراميدز والزمالك كويسة، ما تضايقش الأهلي، تمام، ما تضايقش الأهلي. لكن أنا باتكلم ساعتها أنت خلّي بالك هو الموضوع هيبقى عندك أنت هيبقى في مشكلة في النتايج، إمم. تمام؟